يسعد صباحكم، كل أيامكم يا أحلى صبايا وأحلى مشتركين عندي بالقناة. اليوم كان عندي يوم الأحد، هيك يعني لقطت لكم هيك كم لقطة، يعني مو أكتر يعني. إنه ما كان كتير عندي شغلات يوم الأحد، لهيك ما صورت صبايا. هذا كان فطورنا يوم الأحد. عملت فول بطحينة هيك على السريع. هون بعدها طلعنا هيك مشوار على السريع. بعدها هون رفيقتي عزمتنا على الكنافة، قلت بدكم تجوا تاكلوا معنا كنافة. رحنا أكلنا معها كنافة، الله يرزقها يا رب. أي والله يا صبايا. هيك كان هذا روتين يوم الأحد. هيك طلعنا كم مشوار، وهيك صار وقت الشاي صبايا. هيك كنت أنا عم بصبون، شفت حطيت سكر اللي بيشربوا سكر حطيت لهم كتير سكر وأنا بشربها سادة. اي والله يا صبايا، عن جد صبايا أنا بشرب شي سادة، عن جد ما بقيت أعرف أعير لحدا إنه بشرب وسط أو حلوة أو شي. هيك هي كاس الشاي جنب البزرات والفستقات عند المساء. اي والله يا صبايا، هيك كان روتين نهار الأحد. هيك روتين خفيف. كانت رفيقتي عم تعمل حرام صوف على ايدها. صبايا انا ابدا مالي مراء بالخياطة. اي والله حاولت كتير اتعلم، سبحان الله ما قدرت يعني. إيه هون تاني يوم الاحد قمت يعني هيك على البيت، قلت اعمل لي هيك لمة هيك على السريع. كان عندي دور غسيل خلصان، قلت افضيه بالعلبة. وحطيت وجبة غسيل. اي والله يا صبايا. حطيت كان عندي وجبة ما شغلتها المساء، قلت اشغلها الصبح مشان انه ما ازعج الجيران. اي والله يا صبايا، هون حطيت معطر، كان عندي وجبة كاشفة. اي قلت هون بعد اللملمة هيك لملمة من المطبخ وحطيت وجبة غسيل، قلت اعمل هيك فنجان قهوة على السريع. اي والله صبايا، انتو شو عاملين هاللي الايام؟ طبعا هذا الفيديو هيك يعني روتين كان يوم الاحد. كان هيك شوي انه فيديوهات قصيرة صورتها. وهاليوم التنين كان هيك روتين كامل تقريبا. يلا يا صبايا، بخلي لي اياكم ان شاء الله يكون عم تعجبكم الفيديوهات وعم بيعجبكم المحتوى. ولا تنسوني هيك من دعواتكم الحلوة صبايا، خلي لي قلبكم يا رب. طبعا بلا فنجان القهوة ما بنحسن أبدا، ما بنصحصح. كان اليوم عنا كتير برد، الجو هيك شتوي شتوي يعني نظامي، يعني عم بينزل تلج ومطر ورعد وكل الأجواء صبايا. اي والله. وهيك هلا هيك حضرت قهوتي مع التلجات. كتير هيك مشتهين ينزل التلج صبايا مثل هيك اللي بالشاشة. هون أنا وعم بشرب القهوة جاب الحليب، طلعت بنتي جابتنا الحليبات. يا والله يا صبايا، قلت اعمل لهم. خيرتهم قلت لكم بدكم رز بحليب ولا اعملكم سحلب؟ كلهم صوتوا بدنا سحلب. اي والله يا صبايا. عرفت نص لتاني يوم ونص عملت لهم سحلب. وهلا السحلب هو يعني طيب بهذا الوقت. هو طيب بهذا الوقت صبايا، وقت البردات. اي والله سبحان الله. اي وهيك جهز عندي السحلب. وهيك صبيت لي إلي كمان كوب، هيك نشربه كمان بعد القهوة. وانا قهوتي ما خلصتها كلها، عرفت نصها قلت يلا بكملها باقي نهاري. انا عم بشتغل البيت صبايا. اي والله يا صبايا، هيك كان فطور هيك خفيف للبنوتات. الله يحميكم اولادكم يا رب. هيك عم نعمل فعاليات بالعطلة، بخليهم هيك يساعدوني شوي. شوي هيك يعني انه بخليهم يناموا زيادة، يضحوا بالنومة يساعدوني، عينا نكسر روتيننا على الايام المدرسة. وهيك بعد السحلب بعد ما دفي دمنا، قلنا يلا قمنا عملنا هيك حوسة لهالبيت. هيك مسحنا الغرف. اي والله يا صبايا. هون كنت عم بحط دوا غسيل وحطيت كلور ومعطر. قلت يلا نحن لها. قلنا هيك بعد كم يوم عطلة لازم يعني البيت بده حوسة. اي والله يا صبايا، من هيك مسحنا الأراضي، مسحت الغرف كلياتهم. وهيك الغبرة. سبحان الله، يعني قد ما انه واحد يلحق أول بأول إلا يتراكم عليه شي. وهيك بعد الحوسة دقولي رفقاتي، قالنا اشتقنا لك، وينك هالغيبة؟ عطلت المدارس وما عاد شفناكي. اي والله يا صبايا. وهيك بعد ما رحت عند رفقاتي ورجعت على البيت، قلت يا دوبني ألحق الغدا. كنت مطالعة برغل دايرته على الماكينة. وعندي كان كباب دجاج، هيك خلطتهم سوا. كنت بشرت لهم بصلة، وحطيت 3 سنون توم. حطيت ملح وبهار أسود وبهار أبيض. حطيت بهارات الماجي. وحطيت فلفلة حمرا. وهيك بلشت أقرصهم مثل السياخ الكبابة. اي والله يا صبايا، هيك يعني غدا على السريع، حطيت معهم شرحات البصل. وهون عملت لهم عيران جنبه، هيك لبين ما يتجهزوا هن كانوا بالفرن. الأولاد كتير جاعوا،
تأخرت اليوم عليهم الغدا، حقهم علي. اي والله يا صبايا، بس يعني اجباري، يعني انه دورة وطبخة ما بتفقوا سوا. اجباري يعني نلحق شغلة خفيفة. وهون عندي كان بصل، هذا البصل حطيته قبل ما اروح عند اهلي. اي والله يا صبايا، هلا موت جو مطر. هيك شغلات البصل والحشائش سبحان الله انه بتطلع وقتها يعني. ايه وهيك حطينا شوية خضرة. وهون عندي هون استووا تقريبا، هيك لحقت لهم صينية. الصينية التانية كانت بالفرن. اي والله يا صبايا، الحمد لله رب العالمين. هذا هو شكله النهائي، طلعوا ما شاء الله فرجة. اي والله يا صبايا، اطيب من المحلات. وهيك يعني بنظافة تامة. الحمد لله على كل حال. وهيك كاسة العيران جنبهم وهي الخضرة. وهيك بعد الغدا ما بصير بلد جلي. بتعرفوا يعني سيد المعرفة انه بعد الطبخة ايش بكون فيه. والحمد لله اني كنت بلحق اول باول مشان ما انه يتراكم علي كتير شغل. اي والله يا صبايا، خليلي قلبكم ان شاء الله تكون هيك عم تعجبكم الفيديوهات. لا تنسوني هيك من دعواتكم الحلوة صبايا، خليلي قلبكم. وهيك جليتنا الجليات كلياتهم، إنه مشان ما يضل عنا شغل لبكرة. مشان الواحد إذا فاق الصبح يكون مخلص كل أموره، يبلش نهار جديد ويوم جديد صبايا. هيك سبحان الله كل شي أول بأول بتحسوا إنه أفضل، يعني إنه ما بضل عنا تراكم لتاني يوم. مشان نلحق مثلا يوم جديد يكون مثلا طبخة جديدة، مثلا جانا حدا يكون معنا إنه شغل كتير نلتهي فيه. اي والله يا صبايا، الحمد لله رب العالمين. هيك كان يومي، هيك ختمته معكم ختامه مسك مثل ما بيقولوا. خليلي قلبكم. هون بعد العشاء قلت أحط بريق الشاي على النار. هون حطيت القرفة بقلب البريق. هيك كل مرة بننكهها بشي الشاي، مرة بليمون، مرة بنعناع، مرة بقرفة، مرة بنعمل ميرامية. يعني بالشتا هيك بدنا شغلات ساخنة يعني. اي والله يا صبايا. وبالصيف للشغلات الباردة مشروبات باردة، وبالشتا مشروبات سخنة. سبحان الله، كل موسم له أكلاته له شرباته. اي والله له أجواءه مثل ما بيقولوا. الحمد لله على كل حال، سبحان الدايم. أيام عم بتمضى صبايا والله. وهيك كان كاسة شاي عند هالمساء. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوني هيك من اللايكات الحلوة ودعوات الأحلى. خليلي قلبكم يا صبايا، عن جد كتير أنا مبسوطة فيكم وبتعليقاتكم الحلوة. خليلي قلبكم. لا تنسوا هيك تشاركوا لي القناة عند هيك تشاركوا لي إياها عند إخواتكم ورفقاتكم صبايا. خليلي قلبكم. إن شاء الله بشوفكم بأحلى حال وأحسن حال يا رب، وتكونوا بألف خير يا رب. وهلا بقى لكم تصبحوا على خير، وإن شاء الله بنلتقي في فيديو أحلى صبايا.